السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ديكور كسر الرخام. في البداية يا جماعة خلونا نشرح مبدأ الديكور او الخطوات اللي احنا نشتغلها. في البداية هنعمل ديكور طوب، تمام؟ وبعد ما نعمل ديكور طوب هنعمل فوقيه كأن في الحيطة كانت مشطبة رخام، وبعد كده في اجزاء من الرخام اتكسرت وظهر الطوب من تحتها. دي الفكرة الأولانية. فعشان كده هنبدأ الأول نعمل ديكور الطوب. هناخد المتر بتاعنا وهنبدأ نقول بسم الله كده من بداية الحيطة، تمام؟ وهنقيس 7 سنتي، تمام، لغاية ما نخلص الحيطة للآخر. هناخد لزق 1 سنتي وهنبدأ نوصل النقط اللي احنا عملناها ببعضها. هنبدأ نلزق يا جماعة اللزق بالطريقة دي. هنقسم الطوب بتاعنا، تمام؟ مش هاخد مقاسات في الخطوة دي، يعني شغال بشكل تقريبي. ناخد معجون عادي اللي هو معجون اللي بنشتغل بيه على الحوائط العادي، تمام؟ وهنعمل طبقة على اللزق اللي احنا عملناه. يا جماعه هناخد برضو معجون من معجون جدران، نفس المعجون اللي اشتغلنا بيه، وهنعمل بعض الطبقات هنا، تمام؟ اللي كانها الحيط اللي هي طبعا مش مكسره يعني، تمام؟ طبقه الحيط السليمه. بعد ما عملنا الطوب وجف الطوب وعملنا الطبقه اللي هي فوق اللي هي كانها الحيطه السليمه، وده طبعا الطوب اللي باين منها. خلي بالكم يا جماعه انا زودت طبعا الطبقه السليمه، كنت اعملها مناطق متفرقه ولكن زودتها، تمام؟ وخليت الطوب باين قطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين. الخطوه الجايه هعمل حركه كده علشان الطوب يكون شكله واقعي. هشيل الاطراف الحاده بتاعت الطوب باستخدام اي سكينه، تمام؟ اشيل الاطراف الحاده في الشكل كله زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث الطوب يعني يدي شكل واقعي كانه طوب فعلا، مش كان دي حاجه مثلا معموله بلزق او كده. هناخد صنفره 320 وهنبدا نصنفر الشكل بالكامل، وهنصنفر بضمير. هناخد فرشه وهنبدا نشيل الاتربه اللي هي بعد عمليه الصنفره. بعد كده هناخد لون رمادي وهنبدأ ندهن المساحة بالكامل. نبدأ ناخد لون طوب يا جماعة، وهناخد فرشة صغيرة، تمام؟ وهنبدأ بعد ما جف البلاستيك المطفي هنبدأ ندهن الطوب بتاعنا. هستخدم فرشة صغيرة علشان ما نبوظش المنظر يعني.
هسيب الطوب يا جماعه شويه، وهنبدا ناخد معجونه رخاميه انا ملونها، دي ستوك انتيكا انا ملونها بلون رمادي. تمام، وهنبدا نسحب المناطق دي كده. هنسحب سكينه تانية يا جماعه كمان، وهنسحب ثالثه برضه. بعد كده يا جماعه هناخد ستوكو ابيض واسود على السكينه كده. تمام، وهنبدا يا جماعه نعمل عروق في الشكل بتاعنا باللون الابيض واللون الاسود. هنبدا نلمع يا جماعه باستخدام السكينه بعد ما صنفرنا، طبعا بصنفره رقمها 1000. صنفرنا الاول بالصنفره دي وبعد كده هنلمع بالسكينه. هناخد منديل وهنمسح العرق، فوطه نظيفه بعد كده. تمام، وهنبدا نمسح الرخام بتاعنا نفوضه كويس. شويه بني على اللون الطوبي. تمام، نقطه بني كده. نبدا نعمل بعض الطوب باللون اللي هو الغامق شويه يعني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. عملنا ديكور رخام كأنه مكسور وظاهر الطوب اللي تحته الطوب شيك شوية، بس مش ما علينا يعني. تمام، أتمنى الدرس يكون عجب حضراتكم، تكونوا استمتعتوا بالدرس. لو عجبكم الدرس اعملنا لايك وعملنا شير. تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. قبل ما انسى، انا حاولت اعمل تظليل عشان ادعمكم الرسمة، ولكن اعتقد انها مش لطيفة يعني. سيبوا آراءكم في التعليقات، وسعداء بالرد عليكم. ونشوف حضراتكم على خير إن شاء الله في دروس قادمة وأفكار قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.